السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. بعد غياب شويه رجعنا مع بعض تاني، وان شاء الله مش هنغيب على بعض تاني. هنسمي الله بقى ونقول لكم هنعمل ايه. هنعمل بصدر فرخه واحد. حاجه حلوه قوي وسهله وبسيطه. بانيه، بس البانيه ده مختلف شويه. هنحشي البانيه بطريقه سهله هتعجبكم ان شاء الله، وكل الولاد يحبوها، وما يكونش فيه اسهل من كده. طب هنقدر نعمل بصدر واحد بس؟ بصدر واحد بس. بس يا جماعه، بيرجع حسب العدد والكميه. الكميه بتاعتي دي هتقضيني، لكن معرفش هتقضيكي تقضي غيرك، الله اعلم هتبقى كافيه معاكي ولا لا. فدلوقتي هنقول ايه؟ هنسمي الله ونجيب البانيه ونقطعه، وممكن الراجل هو اللي يقطعه لنا عادي، ونحطه في ميه بملح بليمون بسكر، معلقه جنزبيل بودر، وننقعهم. بصوا انا بقول لكم هنا ان انا خدت صدر واحد بس وشلت الاتنين التانيين. ومعايا حلة على النار فيها مية بتغلي، هنحط فيها معلقتين زيت ومعلقة ملح وايه، وننزل بالمكرونة بتاعتنا، ننزل بحبة مكرونة سباكيتي كده حلوين. وهنعمل مكرونة بالصلصة سهلة، بس فيها تركية حلوة كده هتخلي المكرونة، انت ولا عارفة انت بتاكلي مكرونة ولا عارفة انت بتاكلي كشري، انت مش عارفة انت بتاكلي ايه بالظبط. زي مكرونة اللي بتشتريها في العلب في الشارع كده بالظبط. ودلوقتي بقى خلاص، انا بعد ما نقعت البانيه معايا بصلايه مبشوره. انا ساعات بحب اخد ميه البصل، ولو انا مش عندي بعمل البصلايه كلها مع بعض، وبتدي برضو نفس التست، وبالعكس البصلايه بتدي نكهه اكتر. وبحط عليها معلقه من الكمون والفلفل الاسود والكاري والكركم وايه والزعتر، ورشه من الجنزبيل البودر، والملح والسكر. وبروح مقلبه فيهم البانيه بتاعي، بقلبهم كويس قوي واقلب فيهم البانيه. بس كده. دلوقتي بقى في المرحله دي ولا احط لبن ولا احط بيض ولا احط اي حاجه. هقلبهم كلهم مع بعض كويس قوي يا جماعه. وبعد كده اسيبهم شويه، حوالي ساعه. سيبيهم حوالي ساعه، لو مستعجله خليها يا ست ربع ساعه عادي، بس ساعه هتديكي تيست حلو قوي قوي للبانيه ده لما بيتبل ويقعد في التتبيله بتاعته كده شويه. ودلوقتي المكرونه بتاعتنا قلبناها شويه، خلاص اتسلقت، بننزلها وهي فيها سنه، وبحطها بقى في مصفى واصفيها، وبحط لها معلقه زيت بعد ما بصفيها واشطفها شطفه كده، علشان تفضل مفلفله وفكه من بعض، ما تمسكش في بعض. ودلوقتي بقى احنا حمرنا البصله، هتحسي ان في جنب في البصلايه كده احمر زياده شويه، فانا شيلته. ايوه انا كنت قاصده وشيلته على جنب، علشان اقول لكم هعمل بيه ايه دلوقتي. وبقيت البصلايه الفاتحه نزلت عليها فص توم حلو محترم كده، وقلبته معاها في الحله. على فكره والله الاضاءه ظلمه، انا مش حرقه البصلايه ولا حاجه. وحطيت عليهم الطماطم وهغطيهم، ومعلقه سكر وهغطيهم. وهنرجع هنا للمرحله بتاعه الايه، البانيه بتاعنا. هنعمله ايه يا جماعه؟ هنعمله كوردون بلو. هنجيب البقسماط بتاعنا او الفيجيتار، اذا كان حامي او بارد اللي انت بتحبيه. وهنجيب بضايه في طبق لوحدها، وهنجيب لبن في طبق لوحده. معلش احنا نمشي الخطوات دي علشان انا عايزه الكوردون بلو بتاعي يمسك. لو في البانيه العادي مش هعمل كل الخطوات دي، هحطهم على بعض ونسمي الله كده ونعمل بكل بساطه. لكن احنا هنمشي مع بعض الخطوات علشان يطلع حلو وماسك جامد. وده بقى اللي هو الكريسبي اللي بيتباع في المحلات ده، اللي لونه اصفر، على البقسماط بتاعي او الفيجيتار. بقلبهم على بعض، بحط نص الكميه من ده ونص الكميه من ده، يعني مثلا نص كوبايه ونص كوبايه. وبدق البانيه بتاعي شويه عشان اوسعه، وفي نفس الوقت يبقى رقيق عشان لما يتلف يستوي كويس قوي، وما يبقاش طيب من جوه. كده كده يا جماعه البانيه بيستوي وسهل وبسيط، بس علشان ابقى مأكده عليه استوى، علشان بياخد لون بسرعه في الزيت. وهحط له جبنه بقى شيدر كده زي ما انتم شايفين، وعليها بيف، وعليها الموتزاريلا بتاعتي. انا ما كانش عندي موتزاريلا صوابع، هجيب موتزاريلا عاديه جدا مبشوره والفها. بصوا يا جماعه نسهل على نفسنا الموضوع. لو مش موجود عندي اي حاجه من اللي انا قلتها ممكن نشيلها، والبدايل ممكن نحط اي جبن انا بحبها. ممكن نشيل البيف لو انا مش بحبه اصلا، اللي هو البيف المدخن او التركي، ممكن اشيله. ممكن احط رومي، انا عن نفسي بحب قوي في الوصفه دي الرومي، والله يا جماعه احلى من الشيدر بكتير، وتديكي تيست عالي جدا. وبعد كده بشيل البفتيك واحطه في اللبن، وبعد كده الدقيق، بس بكون لفيته على الكيس زي ما انا وريتك كده. وبعد بقى ما اديله تعفيره في الدقيق كده كويس، بنزل فيه في الكريسبي والفيجيتار بتاعي الجاهز، بس بعد ما بحطه طبعا في البيض. اهو بس هقلبه كده في البيض، واروح بقى شايلاه وحاطاه في الايه، في الكريسبي بتاعي، علشان ياخد الطبقه بتاعتي. وافضل احاول اغطيه كويس قوي يا جماعه، علشان الطبقه دي ما تفكش،
وتفضل ماسكه ومتماسكه عليه كده جامد، واضغط بايدي، افضل اضغط عليه كده من كل الجوانب علشان يبقى ماسك قوي. بصوا احنا سهلنا على نفسنا الموضوع، ولا بقى كيس نلفه بيه ونبرمه ونشيله شويه في التلاجة ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفين كده والله. وطلع احلى كوردون بلو وسهل وبسيط، ولميته ومن غير ما الفه في الكيس رول واضغط عليه الاسترتش راب ولا اي حاجه، بطريقه سهله وبسيطه خالص معاكي كده. هرجع اعيد نفس اللي انا قلته تاني، بعد ما لفيته كده بنفس الشكل هحطه بقى تاني في الدقيق، وارجع هنزله في البيض، ومن البيض للبقسماط والكريسبي بتاعي. وهيكون معايا طاسه فيها زيت غزير كده حبه محترمين، علشان يبقى الكوردون بلو بتاعي او البانيه بتاعي تحت الزيت مش فوق، علشان لما يدينيش حته مستويه وحته لا، لازم يبقى نازل في الزيت كويس. واروح نازله بيه في زيت يكون سخن. بصوا كده انا وريتكم اتنين ان عملتهم ازاي، وبفضل اضغط علشان زي ما قلت لكم يفضل متماسك كويس. ودلوقتي نزلت بالزيت، هزود بقى الزيت ده واقلبه على الناحيه التانية كده، وافضل اقلب فيه. بصوا يا جماعه انا زودته والكميه بتاعتي زادت، هفضل بقى اقلب فيه. بصوا بياخد لون ذهبي وجميل وسهل. وهنا نزلت بالتوابل بتاعتي على الصلصه. يا جماعه صلصه المكرونه مش بتحب التوابل كتير، بس بتحب توابل معينه، حطي فلفل وكمون ورشه 7 بهارات ورشه قرفه. صدقيني اقسم بالله هتاكلي احلى مكرونه في حياتك. وكده دلوقتي انا خلصت الكوردون بلو بتاعي، وده بقيت البانيه اللي كان فاضل معايا صدور، انا قطعته وتبلته وهشيله المره تانية في الفريزر. فعلشان كده انا حبيت اوريكم الحته دي، اللبن اللي اتبقى معايا والبيض والحاجات اللي اتبقت معايا انا ما هلكتهاش يا جماعه او ما رميتهاش، عشان حرام، دي نعمه برضو. حطيتها على البانيه اللي انا تبلته وخدته بالتتبيله بتاعته كده وحطيته في الفريزر. دلوقتي هنا في الحته دي المكرونه انا قلبتها في الصلصه، والبصل اللي كنا فاكرينه وشلناه علشان هو محرمش شويه، انا كنت قاصده ونزلت دي دلوقتي على المكرونه. هيديكي تيست اقسم بالله في منتهى الجمال والروعه. وهنا كانت الريحه والطعم خطيره جدا جدا جدا. بصوا ولا تقولي لي بقى مكرونه من مشترينها مثلا من مطعم كذا ولا مش عارفه ايه، المكرونه سهله ومش محتاجه عمايل. الاهم حاجه تكون مفلفله وبسيطه معاكي، تسلقيها كويس وتحطي زيت وملح في المكرونه عشان تبقى حايقه، وتفلفليها بعد ما تطلعيها من الميه اول ما تشيليها، وتحطي لها معلقه زيت، تبرديها وتحطي لها معلقه زيت. وهنا الكوردون بلو بتاعي طلع في منتهى الجمال والبساطه، وبصوا في منتهى الروعه وريحته جميله وفي منتهى الشياكه. انا هنا هقسم واحده عشان اوريها لكم واوريكم شكلها. وعايزه اقول لكم ما تنسونيش في اللايك والشير وفعلوا الجرس واشتركوا في القناه، ويا رب تكون الوصفه عجبتكم واجيلكم بحاجه جديده تكون احلى واحلى ان شاء الله. بصوا يا جماعه والله متماسك، بس كان سخن جدا جدا عشان لسه طالع من على النار. ومع السلامه.